بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم ولقاء متجدد في هذا المساء، وهذا هو لقاء أسرة يوم الخميس في أولى حلقات هذا المساء في 2025. داعين من الله عز وجل أن تكون بإذن الله مصرنا الغالية أمن وأمان وسلام واستقرار، وأن يحقق الله عز وجل لحضراتكم الأمال والأحلام والطموحات، وبإذن الله عام سعيد على مصرنا الغالية بإذن الله. والنهاردة أعزائي المشاهدين في هذا المساء من الانتهاء من الاستعدادات الأمنية لاحتفال المصريين بأعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، وأيضا من أخبارنا ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة. وفي محافظة المنيا، محافظ المنيا اللي هو عماد كدواني يشهد بدء تشغيل أول مستشفى تخصصي للكبد والجهاز الهضمي بملاوي لخدمة أكثر من 1,000,000 مواطن. والركن الحواري زي ما تعودنا مع حضراتكم دائما سوف نلتقي مع بطل مصر والعرب وأفريقيا والعالم في الكونغ فو الكابتن أيمن جلال، والحديث عن انتصاراته الرياضية والفوز بأكثر من 32 ميدالية ذهبية. هو البطل الذي كرمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كأحد الشخصيات الرياضية على مستوى الجمهورية، والحصل على وسام الجمهورية في الرياضة. أعزائي المشاهدين، فاصل ونبدأ هذا اللقاء في هذا المساء، فتابعونا. أعزائي المشاهدين، نجدد التحية وهذا المساء ومع إطلالة هذا العام الجديد، وإحنا يعني يمكن حريصين إن إحنا دائما يكون معانا الأمل والسعادة بإذن الله. ومعانا بطل من الأبطال المهمين جدا في محافظة المنيا، هو بطل غير عادي، حصل على العديد من المراكز الأولى في بطولات العالم في الكونغ فو والكيك بوكسينج. مؤخرا حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة العالم MMA أو القتال المختلط التي أقيمت في ديسمبر الماضي، وكانت الترشيحات تؤكد على حصوله على المركز الأول لولا إصابته. هو معانا النهارده وبرضه لسه الإصابة لسه موجودة، بندعي له بإذن الله بالشفاء العاجل إن شاء الله، ويخوض المباراة النهائية ويحصل بدون لعب على المركز الثاني بعد أن كان هو المرشح الأول. هو بطل مصر والعرب وأفريقيا والعالم في الكونغ فو، صاحب 32 ميدالية دولية، البطل الذي كرمه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مستوى الجمهورية، والحصل على وسام الرياضة من الدرجة الأولى ووسام الرياضة، وبطل خرج من أحد مراكز محافظة المنيا وتحديدا مركز صمالوط، لقب بالفرعون المصري. بطل لم يتجاوز عمره 33 سنة، لسه سأله قال 32 سنة، إلا أنه استطاع أن يصل إلى النجومية بل العالمية في وقت قياسي. البطل المصري أيمن جلال، أهلا بيك وشرفتنا. اهلا بحضرتك يا دكتور، اهلا بيك. احنا سعيدين ان انت تبقى معانا في بداية عام جديد بإذن الله، وده انت نموذج رائع للشباب المصري ومحافظة المنيا. ربنا يخليك، كل سنة وحضرتك طيب، وشكرا جدا لقناة الصعيد لان هي دايما بتسلط الضوء على الابطال، ودي مش اول مرة اكون موجود معاكم يعني. شرف لينا. ربنا يخليك يا دكتور، الله يعزك. أعزائي المشاهدين، احنا معانا مع مخرجنا محمد فيض بعض اللقطات المهمة في حياة بطلنا أيمن جلال، نشوفها ونرجع تاني لبطلنا. الحوار رائع بإذن الله تستمتعوا بيه مع هذا البطل المغوار اللي احنا بنسعد بيه هو النهارده معانا في هذا المساء. رئيس أيمن جلال from Egypt. Nice jab by the Kiwi. Oh, a spinning heel kick by Galal. Another spinning back kick to the body. A bruising. Goodness. Oh, ragdolling the Kiwi. Spinning back kick to the body. That went to the liver of trying to catch the leg of the Egyptian but failed. Oh, another. And catching the leg again. In the blue. Oh, another hard over. Another low blow maybe. Oh, and beautiful Uchimata. 360 in the air. And a knockdown from a leg kick. And now Galal looking for another. Still swinging for the fences. And again, just standing there. Oh, a hard left foot. And a head kick by Galal. Forward. And a takedown by Galal. Unimpressed after the takedown overhand by Galal. Once displayed by Galal.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لحضراتكم مرة تانية مع بطلنا أيمن جلال، بطل العالم في الكونغ فو والكيك بوكسينج. أنا سعيد بأنك أنت ضيف النهاردة، وكل سنة وأنت طيب. وحضرتك طيب يا دكتور، ربنا يخليك. يمكن البداية طمنا على الإصابة اللي جات لك في المباراة قبل النهائية في بطولة العالم. ورينا كده إيدك شكلها إيه. ألف سلامة. الله يسلمك. دي إيه اللي حصل في إيدك؟ مش عايزين نخوف الجمهور، بس لا، دي إصابة عادية الحمد لله. كنت اقدر اكمل بيها البطولة بتاعتي والماتش النهائي، ولكن احنا عندنا عوامل الامن والسلامة قوية جدا في البطولات. فالبطولة لما عملوا لي اشاعات وشافوا ايدي ورمة وشافوا الاصابة عندي، فقالوا ان هو ما ينفعش العب وانا كده، فبالتالي حرموني ان انا العب المباراة النهائية. وخدت مركز تاني للاسف يعني. انما انت كان عندك الاستعداد انك انت تلعب. انا بالفعل اليوم بتاع الماتش النهائي ده رحت لمكان البطولة ووزنت ميزان اللي يخليني العب، وكنت مستعد ولبست لبس اللعب وكنت واقف على الكيدج خلاص هنزل العب. اللجنة الطبية جريت عليا وقالوا لي ما ينفعش تنزل، واحنا واخدين القرار من امبارح ان انت ما ينفعش تلعب بالاصابة اللي عندك دي خوفا على صحتك وسلامتك. مين اللي قال لهم انك انت مصاب؟ اي حد بيصاب داخل البطولة بيكون مسؤولية اللجنة الطبية اللي جوه البطولة ان هي تكون اسعافات اولية عليه على طول يعني. اول ما بيتصاب اللاعب جوه الكيدج، اللجنة الطبية هي اللي بتجري عليه، بتاخدك ما بتسيبكش غير لما بتطمن عليك 100%. للاسف عملوا لي اشاعات فطلع في ساعتها، فطلع عندي شرخ بسيط كده في ايديا. حرموني من اللعبه بسببه يعني. شرخ بسيط يعني. احنا طبعا ده يؤكد اعزائي المشاهدين انك انت ما شاء الله بطل يعني. احنا نمسك يعني ما شاء الله، قلنا ما شاء الله يعني برضه يعني مجرد شرخ يعني، لا قدر الله اي حد يعني. لا حاجه بسيطه يعني. انا برضه مش عايز اخوف الناس من اللعبه بتاعتنا، لا. الواحد بيكون معرض ان هو يحصل له اي حاجه يعني. انا عندي واحد صاحبي ما شاء الله لو ضرب برجله في حيطه مش هيحصل له اي حاجه، ماشي في الشارع رجليه التانية تحتيه حاجه بسيطه، رجليه قصبت رجله نفسها اتكسرت، وبيلعب وبيضرب وبيضرب وما بيحصلوش حاجه. فاحنا لا، الاصابات دي وارد تحصل في الشارع، وارد تحصل في الماتشات، دي حاجه بتاعت ربنا يعني. كابتن ايمن، يمكن عايز اعرف البدايه كانت طبعا انت من اهالي مركز صمالوط، وانا بقدم تحيه لاهالينا في صمالوط كلهم، واحنا اكيد كل صمالوط فخوره بيك وكل مصر تحديدا لانك بطل عالمي يعني. الحمد لله. كلمنا البدايه، هل انت بدات هذه الرياضه في مرحله مبكره ولا امتى بدات ودراستك ايه؟ في الحقيقة أنا عايز أشكر حد مهم جدا بالنسبة لي قبل ما أتكلم عن بدايتي وقبل ما أتكلم عن البطولة، وهو المهندس محمد الكيال، عضو مجلس الشعب عن دايرة صمالوط. الراجل ده فعلا ما سابنيش لحظة في أثناء البطولة، تليفونيا اتصال وبعد البطولة واطمئنانا على الإصابة بتاعتي. فأنا حابب أشكره قبل حتى ما أتكلم عن نفسي، فكل الشكر والتقدير ليه. اما بالنسبه لي انا كايمن جلال، فانا بدايتي بدايه تقليديه عادي زي اي ولد صغير. انا ولد وحيد على 5 بنات. طبعا هدف ابويا وامي ان انا اطلع راجل، اعرف ادافع عن نفسي، اعرف احمي اخواتي. بالفعل بداوا يسالوا على ان انا عايز اتمرن وكده. مدربي الكابتن عمر خورشيد، مدرب نادي المؤسسه العسكريه، كان صديق لابن عمتي. كان في سن كام؟ الكلام ده وانا عندي 6 سنين تقريبا. هم اللي بيحركوني، ابويا وامي واهلي، يعني انت مش عارف. هم اللي بيحركوني. تمام. بدأوا يودوني فعلا للكابتن عمر. بدأت شفت التمرين، شفت شكل التمرين، شفت شكل اللعب، عجبني التمرين، بدأت انزل معاهم، حبيت الموضوع، بدأت اشارك في بطولات. كان عندي حماس كبير جدا. اول بطولة خسرت فيها، ولكن كانت الدافع عندي ان انا ما احسش الاحساس ده تاني. بالفعل رجعت، فضلت اتمرن واجتهد لحد ما ربنا كرمني ودخلت المنتخب. بدات تتوالى. دخلت المنتخب عندك كام سنه؟ انت بدات 6 سنين. وانا دخلت وانا عندي 6 سنين تمرين. بدات تمرين وانا عندي 6 سنين. دخلت المنتخب وانا تقريبا في تانية اعدادي او ثالثه اعدادي. تمام. انا 14 15 سنه. 15 سنه تقريبا دخلت المنتخب. الحمد لله انا لاعب منتخب من وانا عندي 15 سنه لحد وقتنا هذا. احنا بنتكلم في 17 سنه تقريبا كده، 17 سنه وانا لاعب منتخب مصر الحمد لله. كل سنه وانا لاعب منتخب مصر، ما فيش سنه في كل المراحل السنيه. في كل المراحل السنيه. تمام.
لعبت بطولات جمهورية، خدت كذا بطولة جمهورية. بدأ يكون اسمي معروف، دخلت المنتخب، كسبت في السن والمرحلة بتاعتي اللي هي كانت تحت 16 سنة أو على 17 مستوى سنة. الجمهورية. على مستوى الجمهورية وعلى المستوى الدولي كمان لعبت تمام. بطولة. بدأت بقى تسافر. لعبت بطولة دولية كانت في دولة ليبيا. تمام. البطولة دي كانت هي نقطة الانطلاق بتاعتي. او اخر ماتش في الماتش النهائي بتاعي قابلت بطل ليبيا، كان لاعب قوي جدا ولاعب مشهور، قدرت اتغلب عليه واكسبه. رجعت من البطولة دي على طول الحمد لله تم تأهيلي للدرجة الاولى بقى، منتخب الدرجة الاولى. تمام. لعبت مع الدرجة الأولى في التمرينات في المنتخب وكده، لقوني كويس، بدأت أنسجم معاهم، أكسب ناس منهم. بدأوا يسفروني بطولات تبع الدرجة الأولى، بدأت أكسب فيها. أول بطولة سافرتها تبع الدرجة الأولى حصلت على أول كأس عالم. ما شاء الله. فالحمد لله كان ده الإنجاز الأول من مثلا حوالي 5 6 7 سنين ما حصلش في الاتحاد ان ياخدوا مركز اول في كاس العالم. جميل. كنت انا صاحب المركز ده في السن ده. كان عندك كده كام سنة؟ كان عندي تقريبا 20 سنة 21 سنة تقريبا. تمام. بدأت بعدها رجعت مصر الحمد لله، ازددت ثقة كبيرة جدا، بدأت ألعب مع الناس الدرجة الأولى في المنتخب، بدأت أسافر بطولات كتير الحمد لله. الاتحاد بقيادة الكابتن شريف مصطفى بدأ يثق فيا أكتر، بدأت أسافر كل البطولات الدولية الحمد لله. كل البطولات الدولية كنت بعلق فيها نتيجة، مركز ما بين أول أو تاني أو تالت في البطولة دي. للعلم بس عايز انوه عن حاجه صغيره كده، ان البطل الدولي اللي هو بيسافر تبع المنتخب ده مش اي حد بيوصل له، الا ان الموضوع صعب فعلا. البطولات الدوليه التابعه للمنتخب بتكون شبه كره القدم كده، بتلعب بوله وتلعب قرعه، بتلعب 3 ماتشات 4 ماتشات 5 ماتشات، ممكن تلعب 6 ماتشات مباريات عشان تحصل على بطوله واحده. فالبطوله مش بتكون بطوله مباراه واحده، فالموضوع مش سهل. بالفعل بدأت أسافر وألعب بطولات كتير والحمد لله ربنا كان بيكرمني فيها، وبعدها بدأت أتجه لطريق الاحتراف. جميل. أعزائي المشاهدين، أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا، يمكن ودي رسالة احنا بنقولها للآباء والأمهات. أيمن الأخ على 5 بنات، يعني كان أحيانا كتيرة لما بنسأل على الوحيد، فالوحيد ده من صفاته العامة، ودي طبعا مش كل حاجة، انه بيبقى مدلل، بيتخاف عليه، ما يتحركش، بيبقى في نوع من الحماية الزائدة. انما عندما يكون هناك استعداد من الاب والام على ان ابنهم يكون بطل، وان هو بصرف النظر عن كونه وحيد، فده شيء يعني بتاع ربنا، وان هم يدفعوا فيه وهو صغير مش عارف. فدي الرسالة اللي احنا بنقولها، احنا اولادنا نقدر نحقق منهم ابطال، وبالتشجيع وبالمثابرة وبالتأكيد على هذا الهدف. وعايزين احنا كمان هنكمل معاه وهنعرف برضو ان هو يعني يستفاد من هذه الجوانب الرياضية في الجانب الدراسي، وهنشوفه هو عمل ايه في الدراسة بعد ما نشوف مع مخرجنا دكتور محمد فيض ورئيس التحرير. نشوف مع حضراتكم يعني جزء من اللقطات في البطولات المختلفة للكابتن أيمن جلال. من أجل أن أكون رقم 1 في العالم. Introduce you, the blue corner is Ayman Galauf, athlete from Egypt. أنشأوا العلم العجيب ومجرى النيل في الوادي الخصيب،
لهم في الدنيا آلاف السنين وقفنا أعزائي المشاهدين، رجعنا لحضراتكم مرة تانية. البطل مصر والعالم كابتن أيمن جلال، بنرحب بيك. ويعني ما شاء الله اللقطات الجميلة دي، والجزء الفيديو اللي احنا اتفرجنا عليه كان فين؟ الفيديو، اول فيديو كان شغال، كانت دي بطولة اسمها بطولة كينج اوف ساندا، اللي هو ملك الكونغ فو في العالم. كانت موجودة في دولة الصين. الحمد لله قدرت ان انا اكون مرشح ليها، عن انا الوحيد من قارة افريقيا اللي تم ترشيح ان انا اروح اقاتل في البطولة دي، لان هي بطولة كبيرة جدا وبتتعمل كل 6 سنوات. تمام. ربنا كرمني فيها والحمد لله قدرت احصل فيها على المركز الثاني. كانت بطولة من اكبر البطولات اللي انا لعبتها، لحد الان بعتز بيها، لان هي كانت نقطة تحول في حياتي، ان انا اروح العب واقاتل مع اساطير اللعبة بتاعتي. وانا شايف ان بصراحة ان البطولة دي هي اللي حطتني وسط اساطير العالم في الكونغ فو بالذات يعني. تمام. والفيديو الثاني؟ الفيديو التاني كانت لقطات مجمعة بصراحة عن قصة حياتي وقصة تمريناتي والإنجازات اللي أنا حصلت عليها، بطولاتي، كؤوسي، الحاجات ديت اللي أنا بعتز بيها. أعمل لها فعلا عندي في البيت، أعمل لها ركن كبير كده في البيت. هي كل حاجة في البيت، الأوضة دي خط أحمر محدش يقرب لها أصلا. عايزين يعني الجماهير اللي ما بيعرفوش حاجه، يمكن احنا زمان واحنا كنا صغيرين بنبقى نسمع الكونغ فو كان مرتبط بأميتاب باتشان، وبعد كده بقى ظهرت اسماء تاني، وبعد كده بقت الكيك بوكسنج. بالظبط. ايه يعني فرق لنا كده اللعبه دي ايه واللعبه دي ايه، وبعدين كمان يعني نقدر نفرق بينها وبين الالعاب التانيه ايه؟ تمام. هو كل ما في الموضوع ان كل الالعاب دي شبه بعض، يعني احنا عندنا الملاكمه، تايكوندو، الجودو، كل الالعاب القتاليه هي شبيهه ببعض، ولكن الاختلاف في جزء القانون، والاختلاف في المهارات اللي احنا بندرسها او بنتعلمها او ننفذها في اثناء المباراه. تمام. لو اتكلمنا عن 3 حاجات اللي هم اللي انا بلعب فيهم بطولات كبيره، الكونغ فو، كيك بوكسنج، MMA. الكونغ فو عندنا بنتعلم ازاي ندافع عن نفسنا بايدينا، ازاي ندافع عن نفسنا برجلينا، ازاي ندافع عن نفسنا عن طريق ان انا ارمي الخصم في الارض. تمام. الكيك بوكسنج انا بتعلم فيه ازاي اضرب بايديا، ادافع عن نفسي بايديا، ازاي ادافع عن نفسي برجليا. MMA بيتعلم فيه ازاي ادافع عن نفسي بايديا، ازاي ادافع عن نفسي برجليا، ازاي ادافع عن نفسي ان انا ارمي الخصم في الارض، ازاي ان انا ادافع عن نفسي لو وقعت في الارض ان انا امسك مسكات اسمها سميشن، حركات تسليم. كلهم متفرعين من بعض، يعني الالعاب الخاصه بالالعاب الدفاع عن النفس هي MMA. اللي بضرب بايدي، بضرب برجلي، برمي حركات رميات مصارعه. يعني هي خليط ما بين خليط، هي اسمها قتال مختلط. الكونغ فو والكيك بوكسنج. الكونغ فو والكيك بوكسنج، الملاكمه، التايكوندو، الجودو، كل العاب الدفاع عن النفس داخل لعبه MMA، وهي الاشهر على الساحه دلوقتي. بناخد بقى من MMA دي حاجات بسيطه تبقى لعبه لوحدها. يعني انا لو خدت الضرب بالايد من لعبه MMA فاذا بقت لعبه ملاكمه، خدت ضرب الرجل من لعبه MMA بقت لعبه تايكوندو، خدت الرميات اللي هي المصارعه بقت لعبه مصارعه، وهكذا من كل الحاجات بتاعه الالعاب اللي داخل MMA دي. جميل. انت لما بتروح بقى البطوله، هل البطولات ال3 دول مجمعين ولا انت بتروح على لعبه واحده؟ لا MMA ليه اتحاد منعزل لوحده، منفصل لوحده. الكونغ فو ليه اتحاد منفصل لوحده، الكونغ فو ليه اتحاد منفصل لوحده. ولكن يعني اجتهادا من اللاعب هو بيسعى في كل الاماكن، يعني بيروح يلعب بطولات تبع الاتحاد ده، بيلعب بطولات تبع الاتحاد ده، بيروح يلعب بطولات تبع الاتحاد ده.
لما البطوله بتبقى منفصله، لا دي يعني دي مالهاش دعوه بدي. يعني انت رايح بطوله كونغ فو، رايح كيك بوكسنج، رايح بالظبط، ما لهمش علاقه ببعض يعني خالص. كل واحده ليها يعني انت كده على طول انت في بطولات. بالظبط. في البيت انت شو ساحب شنطتك. لا في البيت انا البيت بالنسبه لي لوكاندا، بروح انام وراح اطلع على طول على التمرين بتاعي او على السفر بتاعي. انت متزوج؟ متزوج الحمد لله، وعندي اطفال الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. يعني طبعا انا بسالك يعني اذا كان الاب والام كانوا في فتره من الفترات، فدلوقتي بقى انت صاحب بيت. انا عايز اقول ان يعني فعلا حرفيا اكتر حد بيتعب معايا بعد طبعا ابويا وامي مراتي. فعلا هي اللي يعني بصراحه اللي انا عايز اشكرها شكر لو شكرتها اصلا مش هيوفيها، يعني لان هي فعلا هي اللي متعذبه معايا. تخيل واحد بيلعب 3 بطولات مع 3 اتحادات، ففعلا حرفيا زي ما حضرتك قلت انا طول الموسم بنغير في الشنطه. بالظبط، يعني تروح تلاقي الشنطه جاهزه. بالظبط، الاقي الشنطه جاهزه، اكلي الصحي موجود، نومي متظبط، مواعيدي متظبطه، لبسي متظبط، هي ماشيه بروتين. حد رياضي ممل فده بالنسبه لها شيء صعب جدا. الروتين الرياضي حاجه ممله ومتعبه جدا. اكل بالجرامات، انا عايز اقول لحضرتك انا فعلا باكل بالجرامات. يعني لو هاكل مثلا النشويات بتاعتي اللي هي الكربوهيدرات، مثلا لو هاكل 60 جرام رز ما ينفعش يبقوا 65 جرام 65 من 60، لا ما ينفعش، ده يبوظ الدنيا عندي لو انا بجهز لميزان معين او حاجه. ما احنا لسه الفريق يعني الفريق في الاستوديو بيقولوا لي يعني هناكل بالطبق بالكيس عشان لا فعلا بالجرامات. الموضوع ماشي بالجرامات. حتى الملح يعني اللي هي 3 جرام ملح تحس طب ايه اللي يحصل؟ ما ينفعش. ايه اللي يحصل؟ بيحصل خلل في الاداء بتاعي. يعني المفروض ان الاكل ده يخليني اقدر اعمل التمرينه دي بطريقه معينه او بالطريقه البروفيشنال بتاعتها. تمام. لو المقادير بتاعتي ما اتظبطتش ممكن اتكاسل في التمرينه، ما اقدرش اعمل التمرينه، او حتى لو عملت التمرينه وما بتجيبش معايا فايده. فعلشان تبقى الفايده بتاعتها مظبوطه لازم ابقى ماشي على اكل بتاعه مظبوط، لازم الحاجتين مع بعض. الناس كتير فاهمه ان الموضوع تمرين بس، لا الموضوع مش تمرين، الموضوع التزام. زي بالظبط الدنيا اللي احنا عايشين فيها، انت ملتزم في حياتك هتقدر توصل للجنة بتاعتك. نفس الكلام في البطولات، انت لو ملتزم في حياتك الرياضية، اكل، تغذية، مكملات، نوم، حفاظ على صحتك، تمرين، هتلاقي نفسك بتحصل على البطولة بكل سهولة. اكيد. وانت كمان عايزين نقول اعزائي المشاهدين انت خريج كلية التربية الرياضية بامتياز الحمد لله. وفادتك للكلية؟ بصراحة انا عايز اقول ان بعد ما حصلت على ان انا اكون بكالوريوس تربيه رياضيه، وبعدها كملت الدراسات العليا بتاعتي، بحضر دبلومه وماجستير دكتوراه في التربيه الرياضيه، لا اكتشفت ان الموضوع علميا 100%. التدريب مش شويه جري وعرق وضغط وبطن وشويه تنطيط وخلاص، لا الموضوع بالثواني، يعني حرفيا بالثواني. يعني انا لو المدرب بيشغلني او انا عايز اشغل اللاعب بتاعي حاجه معينه، تمرينه معينه لمده 30 ثانيه، غير لما اشغله 45 ثانيه. هنا هستفاد فايده معينه وهنا هستفاد فايده تانية خالص ما لهمش علاقه ببعض. فالموضوع فعلا علمي بنسبه 100%، فادتني 1,000,000%. بدأت أترجم كل حاجة باخدها في الكلية لشغلي وعلى نفسي وعلى صحتي وعلى طلابك وعلى تلاميذي، لأن أنا دلوقتي بقيت مدرب، فالحمد لله بحاول أترجم كل حاجة باخدها في الطريقة العلمية بتاعتي أو في الدراسة العلمية بتاعتي، بربطها بالجانب العملي بتاعي في بطولاتي الدولية وأجمع الاتنين مع بعض، وبقدمها على طبق من ذهب لتلاميذي وللطلاب اللي بيتمرنوا معايا. يعني أعزائي المشاهدين، يمكن الرسالة اللي بيقدمها لنا كابتن أيمن جلال، يعني احنا يا رب نسعى ان احنا ننظم حتى غذائنا. يعني احيانا فينا الواحد عندما بيتحرك في الشتاء كمان من الاماكن الدافئة، فدي تعتبر بطولة في حد ذاتها. أعزائي المشاهدين، احنا متواصلين مع حضراتكم وهذا اللقاء الممتع مع هذا البطل العالمي أيمن جلال، ومعانا فريق عمل البرنامج كان نزل في الشارع علشان يشوف آراء المواطنين في الاحتفال برأس السنة، ويا رب 2025 تكون محققة للأمل والأحلام والطموحات بإذن الله. نتابع ثم نعود مرة أخرى وضيف هذا اللقاء. نيتك ايه في العام الجديد؟ ان ربنا ينصر مصر ويعزها ويوفقها ويوفق قائدها
وان ربنا ينعم علينا بالامن والامان والاستقرار اللي احنا عايشين فيه الحمد لله دلوقتي. ما يبقاش في مشاكل، ما يبقاش في حروب حوالينا، نعيش في سلام. التهنئة تحب توجهها كل مصر كل سنه وانتم طيبين، ويا رب دايما بخير وبصحه وبسلام. اولا بقول له كل شعب مصر وكل اهل وناس في الصعيد وفي المنيا يعني عام طيب مبارك، عام جديد عايزين نتوحد عشان نبقى قوه، وعشان نأمن كل الملايين في الوطن العربي يعيشوا في سلام وأمان بقوة العرب. احنا نملك كل الأشياء، نملك العدد ونملك كل الثروات ونملك كل القوى، بس نتفق ونتحد ايد واحدة. وبقول للناس في المنيا هنا حسنوا الخلق عشان البركة تيجي، عشان نعيش عام جديد ربنا يدينا في بيوتنا، في أولادنا، في صحتنا، في عملنا، في رزقنا، في أرضنا، في زراعتنا، في مصانعنا، يدينا البركة بحسن الخلق مش بسوء الخلق. ده اللي بدعو بيه للناس، وبدعو لبناتي شاهدوا منا، وبدعو لأم شاهد ان ربنا يسعدهم، وبدعو الاهل في قرايا يديكم البركه وحسن الخلق بالمعاملات. احذروا، ربنا رب قلوب، المعاملات اساس كل دين. طبعا الامنيات عندي بتنقسم الى امنيه عامه، اتمنى ان شعب مصر ومصر تكون بخير وسلام، شعب وجيش وقياده وكل المصريين. بالنسبه طبعا لامنياتي الشخصيه انه يعم الخير والسلام في كل العالم. يا رب يعم الخير والسلام في كل العالم. ودي كانت أمنية أحد مواطني محافظة المنيا عن بداية العام الجديد، وإن شاء الله مصر أمن وأمان وسلام واستقرار. ونرحب مرة تانية بضيفنا وضيف هذا ما شاء الله. ربنا يحفظهم لك. دول بقى بيتمرنهم معاك ولا وضعهم إيه؟ لو انا حتى مش مدرب العاب دفاع عن النفس كنت لازم برضه همرنه، لان في نقطه غايبه عن كتير من اولياء الامور، ان الرياضه بتاعتنا او العاب الدفاع عن النفس بتاعتنا هي مش لعبه عنف ولا حاجه، لا هي من اسمها دفاع عن النفس. انا بتعلم عشان ادافع عن نفسي مش عشان اهجم. هي اسمها دفاع عن النفس. ناس كتير فاهمه ان هو الموضوع انت بتتعلم تضرب وتضرب ازاي. لا الموضوع مش كده خالص. احنا عندنا في العاب الدفاع عن النفس بفيد اللاعب او المتدرب عندي في 3 حاجات. اول نقطه السمات الشخصيه بتاعته. السمات الشخصيه بتاعته، وانا دليل على ارض الواقع. مستحيل يكون واحد ولد وحيد على 5 بنات وهو الاصغر، وهو اللي جه بعد فتره عذاب اهله كانوا متعذبين عشان يجيبوا ولد. مستحيل يكون الشخص ده حد لابق في الكلام، حد بيعتمد على نفسه من اعدادي، من المرحله الاعداديه. انا وانا في اعدادي كنت بسافر لتمرين المنتخب الصبح وخلص تمرين واركب وارجع في نفس اليوم. مستحيل حد مرفه الرفاهيه دي يقدر يعمل الكلام ده. فاحنا التمرين بتاعنا بيفيد اللاعب رقم 1 في الجزء النفسي بتاعه والسمات الشخصيه بتاعته، زي الشجاعه، زي الاعتماد على النفس، زي القضاء عن الانطوائيه، الثقه بالنفس. حاجات كتير في سماته الشخصيه بتتظبط 100%. تمام. الجزء الثاني بنفيده بدنيا ان هو عن طريق التدريبات البدنيه والسويديه بتاعتنا ان هو جسمه بيبقى شكله كويس، جسمه متناسق، عضلاته شكلها كويسه. كمان الموضوع بينعكس على الاجهزه الداخليه بتاعته. يعني انا بجري فعضله القلب بتاعتي بتبقى كويسه، بتمرن وبحافظ على صحتي، ما بشربش سجاير، ما بعملش حاجات مضره، ما باكلش حاجات مضره، فبالتالي الاجهزه بتاعتي، الامعاء بتاعتي هتبقى كويسه، الكبد بتاعي هيبقى كويس، الرئه بتاعتي هتبقى كويسه. معنا بتشتكي. لا فالموضوع فعلا مفيد جدا ليا شخصيا، او كشخص عادي مفيد ليا شخصيا. كل ده انا الاستفاده دي كلها وانا لسه ما اتعلمتش اضرب واتضرب. ايوه. هنا بتعلم بقى ازاي ادافع عن نفسي. تمام. ضد اي حاجه تحصل لي في الشارع، ضد اي حاجه انا بتعرض لها، زائد ان انا بوجه العنف اللي جوايا بالفطره. الناس فاهمه ان احنا الرياضه دي بتخلي اللاعب عنيف او البني ادم عنيف. لا هات طفل صغير كده لسه مولود وقرب وشك منه هيخربشك. ايوه. العنف ده موجود فينا بالفطره. كل الصفات، كل السمات الشخصيه موجوده فينا بالفطره، ولكن احنا بنوجهها وننميها. كل ما في الموضوع ان احنا في الرياضه بتاعتنا بنوجه الحته العدوانيه او حته العنف دي لطريق الرياضه، عن طريق ان انا احصل على بطوله. طب انا مش عايز بطولات يا عم، ممكن تدافع عن نفسك. طب انا يا عم انا ماشي في حالي. زمان كان يقول لنا في مثل كده مشهور عندنا، يقول لك يا عم امشي جنب الحيط محدش هيكلمك. لا، في الزمن اللي احنا فيه ده
انت لو ماشي جنب الحيطه هتقع عليك. ايوه. فانت لازم تكون قوي تستحمل الحيطه لما تقع عليك. تمام. فبالتالي لازم الرياضه بتاعتنا مهمه جدا القوي جدا. ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بالظبط. يعني المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. بالظبط كده. فانا حرفيا لو انا حتى مش مدرب العاب دفاع عن النفس، لا هودي ولادي يروحوا يتمرنوا العاب دفاع عن النفس. سباحه ممكن علشان يعرف ينقذ نفسه، لكن مش بطوله. جمباز علشان جسمه يبقى مرون، مش عشان يبقى بطوله. لكن العاب الدفاع عن النفس لازم يلعب بطولات، او حتى هو مش هيلعب بطولات لازم يتمرن علشان حمايه نفسه في الشارع، لان دي حاجه احنا بنتعرض لها كل يوم. تاني حاجه زي ما قلت لك الموضوع البدني لازم يخلي جسمه شكله كويس. تالت حاجه السمات الشخصيه، دي حاجه اوريدي لازم تكون مظبوطه جوه الشخص العادي. جميل. هنتكلم على اهم حاجه يمكن ممكن يكرم فيها الانسان انه يستقبله السيد رئيس الجمهوريه، احساسك ويعني وازاي كمان رد فعل اهلك. اعزائي المشاهدين، رجعنا مع حضراتكم مره ثانيه مع بطل العالم في الكونغ فو والكيك بوكسينج كابتن ايمن جلال. يعني عندما يكون هناك تكريم من السيد معالي رئيس الجمهوريه وهناك كمان يعني استحقاق وسام انت خدته، فكان احساسك ايه ورد الفعل كان ايه؟ في الحقيقه انا يعني اتكرمت كتير من دول، خدت مراكز كتيره كاول عالم كتاني عالم كتالت عالم. ان انا اتكرم من رئيس دولتي، فالموضوع كان بالنسبه لي حاجه بصراحه حاجه فوق الوهم. كنت متشرف جدا 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 بالتكريم ده. على فكره انا اتكرمت من سياده الرئيس اكتر من 4 مرات. ما شاء الله. اتكرمت كافضل شخصيه رياضيه. حضرت كذا فطار مع سياده الرئيس، فطار في رمضان. حصلت على وسام الجمهوريه للرياضه. فالحمد لله انا الحاجات دي يعني التكريم بتاع سياده الرئيس بالذات. شايفين صوره اعزائي المشاهدين، ده كان وسام الجمهوريه. ده كان تكريم على افضل شخصيه رياضيه داخل جمهوريه مصر العربيه. جميل. وسام الجمهوريه حصلت فيه، كنت لسه راجع من بطوله العالم، وسياده الرئيس كرمني علشان حصلت على بطوله العالم بوسام الجمهوريه للرياضه. جميل. فالتكريم ده بصراحه يعني انا الصوره دي لسه موجوده عندي على البروفايل بتاعي على الانستجرام او على الفيسبوك، موجوده عندي لحد دلوقتي. بفتخر فعلا بيها، يعني ان انا اتكرم من رئيس دولتي، دي حاجه في قمه فخري واعتزازي. انت فخر لينا يا كابتن. بالظبط. كلنا احنا بنفتخر بيك، يعني الله يكرمك. ان ابن مصر وابن محافظه المنيا وابن مركز صمالوط، فده فخر لينا جميعا يعني. الحمد لله الحمد لله. كابتن، يمكن انت كنت ركزت على جزئيه ممكن كلمتني عليها، انك انت كمدرب لمرحله سنيه في المنتخب الوطني، هل هناك ابطال متوقع ان هم يحققوا ما حققته؟ في الحقيقه انا عايز اقول ان احنا عندنا في الصعيد خامات لو اشتغلت صح او اشتغلت بطريقه علميه صحيحه، الناس دي فعلا هتكون في حته تانية. يعني هيكون يعني احنا دايما بيقولوا المصارعه روسيا. فعلا لو الناس اشتغلت بطريقه علميه، الصعيد هيبقى فعلا في العاب الدفاع عن النفس في مكان تاني خالص خالص خالص. للاسف احنا عندنا مشكله في الصعيد، ان احنا يعني منتشره دلوقتي بطولات اسمها بطولات الماتش الواحد او المباراه الواحده. المدرب ياخد اللاعب ويسافر بيه بطوله، يلعبوا مباراه واحده، كسب خسر ايديهم هما الاثنين تترفع، ده اسمه بطل وده اسمه بطل. انت وحظك بقى يختاروا المسمى بتاع البطوله اللي انت عايزه، اللي يسميها بطوله افريقيا واللي يسميها بطوله عرب واللي يسميها بطوله جمهوريه. الموضوع ده عمل عايز اقول لك عمل احباط لجيلين كاملين. عمل احباط للجيل اللي لسه خارج، يعني واحد لسه رايح يتمرن، شايف واحد لسه واخد بطولة من ماتش واحد ويقول على نفسه ان انا بطل افريقيا او بطل عرب او اللاعب الجديد ده يقول بقى ده بطل افريقيا ولا ده بطل عرب، هي دي اللعبة. فما بيكملش اصلا، يعني مش شايف ان الموضوع في بطولة. زائد ان الناس اللي هي الابطال اللي بجد اللي بيسافروا تبع المنتخب وبيلعب في البطولة الواحدة 5 و6 مباريات، بيشوف ان اللاعب الجديد اللي هو بياخد بطولة من مباراة واحدة ده بيتساوى بيه. فالموضوع مش كويس خالص، محبط خالص. للأسف أغلب الناس، مش عايز أتكلم عن سلبيات كتير ولكن أنا بتكلم في واقع علشان الناس يكون عندها جزء الثقافة الرياضية.
سريعا كده، المباريات البطولات اللي من مباراة واحدة هي ليست بطولات رسمية. المباريات اللي بتكون خارج منتخب مصر لا تسمى بطولات دولية، ولكن في بطولات أندية تبع النادي بتاعه ملهاش علاقة ببطولات المنتخب. اللاعب البطل اللي بجد، بطولات استعراضية بالظبط، اللاعب البطل اللي بجد اللي بياخد بطولة جمهورية ثم يدخل منتخب مصر ثم يسافر تبع منتخب مصر. تمام. انا بقى بتكلم في كل الموضوع دوت خاص بالصعيد ليه؟ علشان اخلي لاعب الصعيد يبقى عارف ان انت عندك سبيل عندك طريق، عندك 3 استبات لازم تمشي عليهم. اولا لازم تكون بطل جمهورية، ثانيا تدخل منتخب مصر، تجتهد لحد ما تدخل منتخب مصر، ثالثا لما تيجي تلعب بطولة دولية لازم تكون تابعة للمنتخب الوطني. هنا البطولة تكون بجد، هنا تكون الحاجة اللي انت حققتها بجد، ده الطريق بتاعك. لان في ناس كتير من الابطال مش عارفين يمشوا ازاي، مش عارفين يخطوا الخطة دي ازاي. وبكرر كلامي ان احنا عندنا في الصعيد خامات فعلا لو اشتغلت صح هيبقى في مليون ايمن جلال، وفي ناس احسن من ايمن جلال. تمام. عايزين نركز الضوء على الحتة دي علشان خاطر الموضوع ده مهم جدا جدا لكل الناس في الصعيد. جميل. احنا متواصلين اعزائي المشاهدين مع كابتن ايمن جلال، ومعانا تقرير هنتابع هذا التقرير ونشوف يعني كان لقاء مع البطل ايمن جلال خلال برنامج استاذي العزيز شكرا، كان بيذاع على قناة الصعيد البطولة، جزء من البطولة الأخيرة هنتابع أعزائي المشاهدين جزء من فوز بطلنا في محافظة المنيا في البطولة العالم الأخيرة التي توج فيها بالميدالية الفضية. قلنا أن هو توج بالميدالية الفضية لأنه أصيب ولم يشارك في المباراة النهائية. نتابع ونعود مرة أخرى لضيف هذا اللقاء كابتن أيمن جلال. Nice jab by the Kiwi. Oh, a spinning heel kick by Galal. Another spinning back kick to the body. A bruising. Goodness. Oh, ragdolling the Kiwi. Spinning back kick to the body. That went to the liver of. Trying to catch the leg of the Egyptian but failed. Oh, another. And catching the leg again. In the blue. Oh, another hard overhead. Another low blow maybe. Oh, and beautiful Uchimata. 360 in the air. And a knockdown from a leg kick. And now Galal looking for another. Still swinging for the fences. And again, just standing there. Oh, a hard left foot. And a head kick by Galal. Forward. And a takedown by Galal. Unimpressed after the takedown overhand by Galal. Once displayed by Galal. أعزائي المشاهدين رجعنا لحضراتكم مرة تانية. كابتن أيمن جلال شرفتنا. ربنا يخليك. يعني يمكن في العالم كله أبطال العالم بيقولوا عليك أسطورة اللعبة. اللقب ده جالك منين؟ والله يعني الواحد بالبلدي كده، احنا كلنا أولاد بلد، الواحد اتمرمط في اللعبة دي فعلا حرفيا. يعني أنا بلعب وبشارك في بطولات بقالي حوالي 25 سنة أو 26 سنة بتمرن وبسافر. كنت بتمرن في ملعب تراب، يعني عايز اقول لحضرتك انا كنت بوطي حوش الشوك اللي طالع في حوالين الملعب كده من رجليا اكتر ما بجري. كنا لما بنيجي نضرب، كل الناس عارفه، حتى الناس اللي مش بتوع رياضه عارفين ان احنا الناس بتوع الضرب بيضربوا على كيس كده اسمه كيس اللكمه، بنضرب بايدينا ورجلينا فيه.
عايز اقول لك ان احنا من ضعف الامكانيات المدرب بتاعي كان بيلف لنا قماش على العارضه بتاعت كره القدم ونضرب فيها. عارضه خشب. العارضه حديد. لا حديد. زمان كانت عارضه خشب. ومره واحنا بنضرب عليها راحت القماش ده راح واقع، رحت شايط فيها، راح وش رجلي قعدت بتاع مثلا حوالي شهر مش قادر ادوس على مشط رجلي. طبعا الاصابه بقت مباشره. بالظبط. فالموضوع لا، احنا عشان تبقى بطل بجد، انا دايما بقول عشان تبقى بطل بجد لازم تكون بطل من جواك. بطل من جواك. لو انت بطل من جواك هيتخليك تقبل كل التحديات وتخوض كل التحديات علشان خاطر توصل للبطولة. جميل. البطولة بتاعتك مش هي معناها ان انت بطل، الميدالية بتاعتك مش معناها ان انت بطل. ان انت تبقى بطل بجد ان انت تكون متغير من جواك في سماتك الشخصية، وفي ان انت تكون بطل من جواك تقدر على التحديات وتخوض التحديات كلها. جميل. كابتن ايمن، وانت بطل عالمي ما شاء الله، يعني السمع والبصر، يمكن امالك ايه واحلامك ايه اللي انت بتطلبها من الشباب والرياضه؟ يمكن احنا بنشوف لعيبه في بعض الانديه في يمكن في العاب ما بتحققش حاجه، واحيانا كتيره بنلاقي اللعيب يساوي ملايين. هل لاعب الكيك بوكسنج والكونغ فو ليه تمن بيتباع يروح مثلا دوله او ينتقل من مكان لاخر او كده، او انت شايف ان الشباب والرياضه بتعطي لهذه الالعاب الفرديه ما يعطي الالعاب الجماعيه اللي مش بتحقق بطولات؟ والله حضرتك اتكلمت في نقطة مهمة جدا جدا، وهي مكانة اللاعب بتاع العاب الفنون القتالية. عايز اقول لحضرتك ان احنا في مصر عامة من ساعة ما جه سيادة الوزير اشرف صبحي، الراجل ده كان مدرب كاراتيه وكان ودكتور بيدرس مادة الكاراتيه ودكتور في الإدارة. بدأ يسلط الضوء على الألعاب الفردية لأن هو خاص بيها ودخل جواها شوية. عندنا في المنيا في الأستاذ الدكتور موندي عكاشة، وفي الدكتور أحمد جمعة. الناس دولت ناس في قمة في الأدب وقمة في الاحترام، وفعلا بيساعدوا الناس الرياضيين وفعلا بيدعموا الناس الرياضيين. دكتور موندي تواصل معايا شخصيا بعد نزولي من البطولة. دكتور احمد جمعة تواصل برضو معايا شخصيا بعد ما نزلت من البطولة، واطمئنوا على صحتي وباركولي. بيكونوا عاملين تكريم في مديرية الشباب والرياضة بيكرمونا بيه. مش عايز اقول ان الموضوع قليل ولا كتير، ولكن هي دي امكانيات الدولة بتاعتنا وامكانيات مفيش سبونسر اللي هم حاطينها. مفيش سبونسر ليك؟ بيكون في سبونسرات، ولكن انا شخصيا ما عنديش سبونسر، ولكن هو بيكون في سبونسرات، ولكن ده مش هيحصل غير عن طريق ان احنا نروج للعبه كويس. يعني احنا اللعبه عندنا الالعاب الرياضيه العاب شهيده جوه مصر، الالعاب الفرديه العاب شهيده جوه مصر. لو احنا مسلطين عليها الضوء، هو ايه اللي مخلي كره القدم هي رقم 1 في مصر؟ دي جماهير. ما هو الجماهير دي جت منين؟ عندنا 10 قنوات، لو قلبت على ال10 قنوات دول اتقلبت عليهم هتلاقي 9 منهم بيذيعوا كوره، والقناه الاخيره بتتكلم على الكوره مش بتذيع كوره بس. فاحنا محتاجين نسلط الضوء على الالعاب بتاعتنا. يعني معلش مع احترامي لكره القدم، لعبه على دماغي وكل جماهيرها وكل لاعبتها، ولكن معلش فريق منتخب مصر لكره القدم خد اول عالم امتى؟ خد تاني عالم امتى؟ خد اول كاس عالم امتى؟ مفيش. لا احنا في الالعاب الفرديه، يعني انا شخصيا انا اول افريقيا 9 مرات ما شاء الله، انا اول عالم، انا اول كاس عالم، انا اول عالم محتراف. ف مش سنه واحده، يعني انا الحمد لله انا لاعب 6 بطولات احتراف محترفين، واخد فيهم اول او تاني. لاعب 9 بطولات عالم وكاس عالم محقق فيهم كلهم ميداليات اول او تاني او تالت. فلا الموضوع احنا عندنا ابطال نسلط الضوء عليهم. هتلاقي على فكره احنا الجماهير يمكن اتذاع في الكادر عندنا هنا، وانا داخل كانت دي البطوله دي في الصين، لو الكاميرا جابت الجمهور حرفيا جمهور اكتر من جمهور كره القدم. الالعاب الفرديه في الدول الصين واليابان دي لعبه اولى. كابتن احنا شرفنا بيك، ويعني باذن الله مزيد من الانجازات. اعزائي المشاهدين لما نتقدم بخالص التحيه والشكر والتقدير للبطل المصري العالمي ايمن جلال، 32 بطوله وتكريم مع فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكريم من الدوله المصريه. واحنا وجودك معانا ده تكريم خاص لحضرتك في هذا العام الجديد باذن الله، ونلتقي معاك ومحقق المزيد من البطولات باذن الله.
ربنا يخليك يا دكتور، الشرف ليا. الله يخليك. أعزائي المشاهدين، زي ما احنا بنقول لحضراتكم دايما، وهذا هو أول لقاء في 2025 لنا كلمة في هذا اللقاء: أعز الأسد أمنعها عرينا وأشجعها إن لاقت قرينا، وأوسعها صدورا في نزال إذا ضاقت صدور النازلين. سبيلك في الحياة سبيل جد فلا تتبع سبيل الهازلين. فحي مع الرياضة إن فيها فوائد للشباب الطامحين، تزودهم بأجسام شداد وتغرس فيهم الخلق المتين. حتى ألتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.